عشان تيجوا هنا ترتاحوا وتبقوا مبسوطين اقل حاجه اسبوع. هنا اكل تحفه، يعني المخبوزات دي حاجه كده مدرسه. الاسعار تحفه، شعب اروق من رواق، لذيذ، اللغه بتاعته كده مسمسمه. هتشموا روايح كريهه في اماكن كتيره جدا. زحمه، المشوار اللي بيتاخد في 10 دقايق والله هتاخدوه في ساعه ونص. واحلى تحيه لكل دول الخليج والعرب. اوريكم جمال الشارع ده وفخامه الشارع ده، شارع الشانزليزيه في فرنسا، باريس. فرنسا رسمياً بيطلق عليها الجمهورية الفرنسية. فرنسا هي أكبر بلد في أوروبا الغربية والاتحاد الأوروبي من حيث المساحة، وثالث أكبر دولة في أوروبا بشكل عام بعد روسيا وأوكرانيا. تعتبر فرنسا إحدى أهم المناطق في أوروبا، وده بسبب إنها إحدى الدول المؤسسة للاتحاد الأوروبي. Following these scenes, the delegation of France is recalled, but France retains her seat on the Security Council. وأحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي. فيديو جديد من أهم شارع في شوارع فرنسا وأهم شارع من وجهة نظري في شوارع العالم كله، شارع الشانزليزيه في فرنسا، باريس. النهارده يا جماعه نازل اصور بالليل عشان خاطر اوريكم جمال الشارع ده وفخامه الشارع ده وحلاوه الشارع ده. يبلغ عدد سكان فرنسا بحوالي 66 مليون نسمه، وعاصمتها طبعا زي ما انتم عارفين باريس. تقدروا تتفرجوا على استكشافات كتير صورتها في باريس، هتظهر دلوقتي قدامكم على الشاشه فوق. وفي نفس الوقت برضو أنا عايز أتكلم على عيوب ومميزات فرنسا أو باريس. خلينا نبدأ بالمميزات الأول. حاجة من أهم الحاجات اللي في باريس أو في فرنسا عموما بالأمانة عجبتني قوي، الأكل يا جماعة. والمخبوزات بصراحة، يعني المخبوزات دي حاجة كده يعني مدرسة. اللي يجي هنا هو لازم يعرف إن هو لو ما أكلش يبقى عمره ما هيشوف أكل عدل تاني في حياته. هنا أكل تحفة. بتعد فرنسا مركز عالمي بارز للثقافة والموضة ونمط الحياة، وهي بتضم رابع أكبر قائمة من حيث مواقع التراث العالمي لليونسكو. As special as the unique monuments and buildings that connote La Belle France to all the world. وبكده هي أكبر بلد في العالم بيزورها حوالي 83 مليون سائح أجنبي على مدار السنة. تاني ميزة من مميزات فرنسا المزارات السياحية، أو بمعنى أصح خلينا كده نتكلم بالبلدي، الأماكن اللي تزوروها جامدة وجميلة ومش كفاية أسبوع على باريس. انتوا عندكم متحف اللوفر، وعندكم ايفل تاور، ديزني لاند باريس، وعندكم متاحف تانية كتيرة أصلا أنا ما زرتهاش. عشان تيجوا هنا ترتاحوا وتبقوا مبسوطين من غير ستريس أقل حاجة أسبوع. فرنسا هي أغنى دولة في أوروبا والرابعة في العالم، وبسبب ده بيتمتع المواطن الفرنسي بمستوى عالي من المعيشة. أما بالنسبة لمتوسط دخل الفرد هناك فيقدر بحوالي 30,364 دولار سنوياً. نقطة رقم 3، الأسعار تحفة. الأكل والشرب هنا بيتراوح مثلا للفرد الواحد لو أنت عايز تاكل ما بين 15 ل 25 يورو. ده وجبة جميلة تحفة شياكة في مطعم أياما. والأسعار عموما للشوبينج والبرفانات والكلام ده كله مش غالية، عاملة زي أسعار السوق الحرة. وهنا حتى في شارع الشانزليزيه البرفانات أسعارها في الحدود دي بس باليورو، وطبعا الدولار دلوقتي بقى زي اليورو فيعني يعتبر واحد. وطبعا مش محتاج اقول لكم ان اللغة السائدة والرسمية في فرنسا هي اللغة الفرنسية، وعملتها طبعا زي ما انتم عارفين هي اليورو. ميزة رقم 4، شعب
اروق من رواق، لذيذ، اللغه بتاعته كده مسمسمه رايقين كده هما بيتكلموا عسل. يعني انا مثلا كنت فاكر المانيا كان الشعب فيها برضو جميل وكويس، بس كان طف كده حاد، اللي هو ايه 1+1=2، ما تكلمنيش كتير لا هنا شعب لذيذ وخدوم. في حاجات كده كنت عايزها مثلا في بارك معين، لما كنت بركن العربيه بالامانه لقيت حد جه ساعدني هو ومراته وشرحوا لي، يعني كان الموضوع كويس. في باريس الشانزليزيه كميه عرب كتير جدا، دول الخليج تحديدا، اخواتنا العرب مشرفينا في كل حته ومصيطينا، واحلى تحيه لكل دول الخليج والعرب ميزة رقم 5 أسعار الفنادق وأسعار الطيران. عايز أوصل لكم معلومة عشان محدش يشتغلكم. أنا بصراحة دفعت كتير عشان أنا حجزت قبلها بيومين 3 بس. انت لو حبيت تسافر وتوفر فلوس كتير قوي هتوفر فلوس كتير قوي. ازاي توفر فلوس كتير؟ احجز قبليها بفترة طيران وفندق 3 نجوم او 4 نجوم، وبيبقى 3-4 نجوم دي حاجة محترمة جميلة. صدقوني اسبوع مش هتدفعوا فيه كتير خالص، فالاسعار جميله جدا كويسه جدا لو حجزت قبلها بفتره. الطيران برضو نفس النظام، لو حجزت قبلها بفتره هتلاقي طيران رخيص وكويس وما فيهوش اي مشاكل. دولت 5 مميزات مهمين جدا عشان يشجعوكم ان انتوا تسافروا باريس فرنسا في يوم من الايام ان شاء الله لما يبقى معاكم الفيزا. واللي عايز يسال على موضوع الفيزا يكتب في الكومنتات ويسال، وانا هرد عليه بما يرضي الله، وهحاول اساعده بكل المعلومات اللي انا اعرفها، واللي ما اعرفهاش هسال فيها وهرجع وهقول له. تعد فرنسا إحدى الدول العملاقة في المجالات الاقتصادية والعسكرية والسياسية في أوروبا، وهي 6 أكبر دولة من حيث الإنفاق العسكري في العالم. Southeast of captured Caen, the Allies are consolidating for the final battle of France. 3, 2, 1, 0. وثالث أكبر مخزون للأسلحة النووية. تعالوا بقى نتكلم على السلبيات بتاعت فرنسا باريس. انا اسف ان انا بقول الموضوع ده بس انا لازم اقوله لكم. هتشموا روايح كريهه بتاعت بيبي في اماكن كتيره جدا، روايح تكركب لكم بطنكم. يا جماعه حضروا نفسكم للنقطه دي. انا ما بتكلمش على ان ده عيب يعني، مدينه زي باريس يعني ازاي ملهاش حل؟ حاجه زي كده ملهاش حل. انا ماشي مبسوط وباكل اكله جميله والدنيا تمام زي الفل معايا، ليه اشم انا الريحه دي؟ ليه؟ العيب التاني، احذروا من المكان اللي انتوا نازلين فيه ان ما يكونش فيه ميه سخنه. انا قبل ما احجز دورت على الفنادق كتيره جدا، وكنت بدور على الفنادق على booking.com، وقريت كومنتات كتيره في فنادق كتير ان مفيش ميه سخنه، واخترت فندق للاسف طلع ان هم شغلوا الميه السخنه يومين وتقريبا قطعوها بقيه الايام. هم بقى بيوفروا في الكهرباء، بيعملوا حاجه ما اعرفش، جو برد والميه محتاجينها لازم تكون سخنه، الا بقى طبعا للي بيحب يستخدم ميه ساقعه في الشتاء في الحر في الصيف اللي مش فارقه معاه خلاص. بس انا بقول لكم النقطه دي مهمه جدا، خدوا بالكم، ودي عيب من العيوب اللي في كذا فندق، مش في فندق واحد، لا دي في كذا فندق وكذا مكان. زحمه. انت لما تاخد العربيه كده المشوار اللي بيتاخد في 10 دقايق والله هتاخدوه في ساعه ونص. والله زحمه كده عامله زي زحمه القاهره، زي زحمه وسط البلد. واقف كده اكتر من نص ساعه. وخدوا بالكم اللي يجي يزور هنا او يبقى عنده مصلحه هنا او يجي يعيش حتى هنا ويبقى عنده حاجه عايز يعملها مهمه، لازم يعرف ان ينزل قبليها بساعه ونص. وخدوا بالكم ده مش الصبح بس، وبالليل. اللي بيستخدم نافيجيشن، شوارع كتيرة جدا فجأة كده يقفلوها، ولما بيقفلوها عشان تلاقي الشارع التاني اللي مش واضح عندك في النافيجيشن، حلني بقى موت يا حمار اقسم بالله انا كل يوم ارجع بالليل لازم اتوه. والله المشوار بيبقى بادئ معايا مثلا ب 30 دقيقه، بروح البيت بعد ساعتين. انتوا متخيلين؟ فده ايه ده؟ ازاي؟ ايه المنطق اللي يجي يقول ان انا عشان اروح بيتنا اتوه وانا سايح هنا في بلد زي دي؟ حاجه غريبه ومش عارف لها حل بصراحه، وحاولت احلها بس ما عرفتش. اللي يعرف لها حل يكتب لي في الكومنتات عشان الموضوع كان مزعج بصراحه، وانا متضايق ومتعصب. كل يوم اروح ساعتين متاخر بس لان بيأثر عليا في الصحيان تاني يوم، وبيأثر عليا في تعبي وفي التصوير وحاجات كتيره جدا.
وبكده نبقى خلصنا الجوله بتاعتنا في باريس شارع الشانزليزيه. تعملوا لي لايك، سبسكرايب، اشتركوا في القناه، فعلوا زرار الجرس واختاروا كلمه اول او الكل او الجميع عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده اول باول. وعايزين نوصل للتارجت بتاعنا 1,000,000 مشترك في خلال سنه، وده هنعمله بيكم ومعاكم ان شاء الله. كل لما هنوصل للتارجت بتاعنا بسرعه كل لما انا هوصل للتارجت بتاعي الكبير، وهو ان انا اعلمكم ازاي تعملوا بيزنس حقيقي اونلاين يجيب لكم فلوس كتير جدا. هتلفوا العالم، هتعملوا زي اللي انا بعمله دلوقتي واكتر واحسن. نهاركم زي الفل والسلام عليكم.